بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارحمنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم يسر ولا تعسر. صباح الخير. النهارده الجمعة الصبح، الساعة تقريبا 9 وربع. اريا هنا. صاحب الأرض ده قال لي هتنزل تأكل الكزبرة والشبت اللي موجود الناحية دي، لكن الذرة ملناش دعوة بيه. احنا نازلين وحاطين ايدينا على قلبنا، فلحد دلوقتي الحمد لله بقالنا شوية يعني. الغنم ما كلتش ذرة خالص خالص الحمد لله يعني، مركزة مع الكزبرة أكتر من الشبت. الشبت ما راحوش عليه خالص، لسه بخيره، لكن الكزبرة خدوا فيها شوط كبير. ربنا ييسر الحال. قال لي انزل فيها براحتك كده، خد يوم يومين تلاتة، هي قدامها 5 أيام هتفضل خضرا، بس الأرض هتتحرت. الجرار هيمشي يحرطها من بين الذرة ده هيتساب، هيكمل في الأرض يعني عشان يخلع. ربنا يرزق الحال يا رب. على فكرة النهاردة أنا سرحت معايا غزالة والدة امبارح، ولا والدة أول امبارح تقريبا، أول امبارح سرحتها معايا لأن هي في البيت ما بتاكلش أحسن حاجة يعني. بعدين أنا برميلها سيلاج وبرميلها أكل تاني، بحس إن هي ما بتاكلش. ده حاجة تاني. حاجة إن أنا جنب البيوت خالص، يعني انتوا شايفين اهو الجامع اللي بوريهولكوا. البيت بتاعنا شايف فيه بيت اهو. البيت بتاعنا جنبه، اللي هي المسافة تقريبا 100 متر ولا 200 متر بالكتير. فقلت اخدها معايا علشان تاكل وتشبع تملى بطنها يعني، وربنا يبارك فيها يا رب. والنعجة التانية الحمرا اللي انا شاريها التانية الرحمن، في واحدة ولدت وواحدة لا تقريبا يعني، هي خلاص على وشك يعني، ان شاء الله ممكن يوم يومين بالكتير يعني. فربنا ييسر الحال. انا النهارده سبتها في البيت، ما رضيتش اطلعها معايا، حجزتها في المكان ده ورميت لها وكل. وانا بصور هنا بفضل ابص هنا مره، وبعد كده اعدي الناحيه التانية ابص هنا كده مره، عشان ايه؟ اشوف الغنم واخد بالي منها. النعجه دي بديها علفه، هي الوحيده بس اللي بتتعلف، وبرضه جعانه، معرفش ايه السبب. ممكن عشان الرضاعه. بس في نعجه عندنا اللي هي الرحمن التانية بترضع برضه. وبعد كده اروح ابص الناحيه التانية، الناحيه التالتة بقى. النعجة الرحمنة عندنا برضو بترضع، بس مش جعانة زي دي، معرفش. دي بتبقى شبعانة حلو، أول ما بتولد بتبدأ تضعف، بس بصراحة بترضع حلو، بسم الله يعني ما شاء الله. هنطلع نروح أرض تانية قدام كده قريبة برضه، عندي الشجرة اللي قدام ده. رر 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 رر. رر 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 رر. مشكلة السرحان في العفرة دي بصراحة، العفرة دي بتخنق الواحد. اريا هنا، اريا هنا. در در
اري هنا، اري هنا. الله. نسيبهم يفضلوا في الضلة هنا يقلوا شوية وايه، نريح شوية كده. اللي هيمشوا هنمشي لوحدهم. يلا يلا اهي، مش عايزة تمشي، ماما عايزة تروح. بس الأرض اللي قدام الفاضية دي فيها شوية أكل. انتوا في الأكل هناك اللي حلو. كله رجلة بقى عشان تتعلموا الأدب يا ولاد فيها رجلة كتير زي دي. هي رجلة فقط لا غير، فيها رجلة والغلطة دي، بس أنا معرفش بصراحة اسمها ايه. دي اهي شبه الرجل، بس هي مش رجل، دي مش رجل. النهارده انا ظبطت المنبه الساعه 4:30 الفجر، وصحيت صليت الفجر جماعه. تقريبا انا زي ناس كتير بقالي يعني فتره كبيره ما صليتش الفجر جماعه. بصلي الصبح لما اصحى الساعه 7 الساعه 6 الساعه 8 حسب ما اصحى، لكن صليته جماعه بقالي فتره كبيره ما صليتهاش، ما صليتش الفجر. فعشان كده خدت قرار ان انا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هصحى كل يوم اصلي الفجر جماعه. يا رب يثبتني يا رب. لان فضل صلاة الفجر يعني بصراحة ان انت بتكون في ذمة الله طول اليوم. تمام، ده اول حاجة. تاني حاجة صلاة الفجر بتكون تقيلة المنافقين. رقم 4 او رقم 3 ان من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما أقام الليل كله. ففي أحاديث كتير، وفي برضه حديث تاني ركعات الفجر خيرا من الدنيا وما فيها. هنا ركعات الفجر، الحديث ده يقصد اللي هو الركعتين السنة اللي قبل الفجر، فبالك من الفضل بتوع ركعتين الفجر نفسه. فده ربنا يثبتنا يا رب على صلاة الفجر جماعة والصلوات كلها ان شاء الله. هو الواحد صلى الفجر جماعة يبقى كل الصلوات انت هتصليها جماعة بإذن الله، عشان ربنا يثبتنا يا رب ويبارك لنا في مالنا وحلالنا، ويبارك لنا في ولادنا برضو، ويبعدنا عن كل حاجة فيها شبهة وكل حاجة فيها حرام. وصلاة الفجر دي بتميز بين المسلم العادي والمسلم المنافق. دي المسلم المنافق دي مصيبة من مصايب الزمن. فإن شاء الله إن شاء الله ادعوا لي إن أنا أستمر إن شاء الله. الواحد لو استمر 40 يوم خلاص بيتعود على كده. هتبص تلاقي نفسك نايم المغرب، نايم العشاء، نايم الساعة 3 4 هتصحى برضو تصلي الفجر لوحدك. فربنا يثبتنا يا رب على صلاة الفجر وعلى الصلاة كلها، ويبعدنا عن كل الشر، اللهم آمين. دي أول بند. تاني بند إن شاء الله الغنم. أنا عملت بحث يعني على الغنم الدربر والغنم العساف والغنم المصرية بتاعتنا. المولود عمر يوم بيتولد في الدربر من 3.5 ل4.5. في العساف من 4 إلا شوية ل4.8، يعني مثلا 5 إلا ربع مثلا. فالعساف بيتولد وزنه أتقل من الدربة. المصري بتاعنا من 2.5 ل4، أعلى حاجة 4 أو 3.5، من 2.5 ل3.5. ده اللي هي العساف والوسيمي والبلدي عموما، السلالة المحلية. بس ده لما تكون متغذية كويس. فان شاء الله لما اروح كده هنشوف ميزان ونوزن الغنم الصغيرة.
تمام، وهتبقى ان شاء الله كل 15 يوم هتتوزن. طيب بالنسبه لباقي السلالات بتتفطم على 90 يوم. تمام. الدوربر ممكن يوصل 30 و35 وممكن يوصل 40 كيلو، ده على تقريبا من 70 ل 90 يوم. العساف بيكون اقل شويه. المصري بيكون من 18 ل 20 ل 23، يعني بيكون في فرق ممكن 20 كيلو بين المصري والمستورد. فاحنا هنوزن السلالة المحلية بتاعتنا ونربي نظام التربية الزاحف نكرمهم خالص يعني ان شاء الله، ونشوف النتيجة هتوصل بالنسبة المحلي بالنسبة للمستورد هتوصل كام في المية، ونشوف ربنا ييسر الحال. ونشوف برضو كده كده ان شاء الله ربنا يكرمنا ونجيب ذكر عساف، ونشوف برضو التهجين النتيجة هتيجي معانا قد ايه، عمر يوم، وبعد كده عمر شهر، عمر شهرين، وعمر 3 شهور اللي هو الفطام، ونشوف ربنا ييسر الحال. وطبعا القواعد اللي هتسري على المصري هتسري على المستورد طبعا، على مش المستورد اللي هو العساف. فهنشوف هنقارن، لان انا بصراحة انا بحب عم مختار، لان انا بصراحة بحب السلالة المحلية بصراحة اكتر من المستوردة. ده اولا. ثانيا لو بحب مستورد يبقى العساف بس. الدوربر ده انا بحس ان هو الاراء هتختلف كتير يعني، والناس تقول لك لا ده الدوربر رقم 1 في العالم ومش رقم 1 في العالم. ماشي ما فيش مشكلة، بس هو انا برتاح للعساف شوية عن ده. ومشكلة العساف معايا ان هو من غير قرون، بس هو لو ليه قرون زي السلالة الملكية كان هيبقى 10/10. فربنا ييسر الحال. كانوا بياكلوا هناك في كزبرة وشبت تحت الذرة، وكانوا في الضلة، لا اتملعنوا فضلوا ياكلوا في الذرة بقى. خلاص تستاهلوا كلوا في الشمس هنا عشان تتعلموا الأدب، عشان لما تروحوا هناك تاكلوا زي الكلاب يا كلاب. وربنا ييسر المعيز تقريبا 3 شهور ونص دلوقتي، او ممكن دخلوا في 4 شهور، يعني ممكن باقي شهر او شهر ونص بالكتير يعني. ربنا ييسر الحال. بقى كده اللي عندنا على وش ولادة. فين فين الغزالة طبعا ولدت. فين الغنم اللي ورا دي؟ على فكرة دي ودي اخوات توأم في بطن واحد. دي عشر، واللي ورا دي عشر، بس اللي ورا سبقها، اللي ورا رخت. يبقى دي اللي على وش ولادة هي. وفي واحدة تانية اللي هناك ابعد واحدة اللي هي بعد الكبش دي برضو رخت. في واحدة تانية كمان رخت بس لسه شوية، يعني ممكن شهر او اكتر، دول اقل من شهر ان شاء الله. دي اقل من شهر والتانية اقل من شهر باذن الله. لكن في حاجات تانية هتولد دي عشر عشر، بس دي ممكن عشر 3 شهور او 3 شهور ونص، يعني لسه قدامها تقريبا شهر ونص. وفي حاجات تانية عشر بس لسه شوية، يعني ممكن شهرين، من شهر ونص لشهرين. شهرين ان شاء الله هتكون كل الغنم عندي ولدت باذن الله. ربنا ييسر الحال يا رب. انا طالع دلوقتي، طالع النهارده الساعة 9 والساعة دلوقتي 10:30، يعني انا طالع بقالي تقريبا ساعة ونص. خدت في الارض اللي هناك. بصوا شايفين الارض هناك؟ بص في الشجرة، ورا الشجرة في الذرة اللي هو قبل البيت، في بيت في الوش وفي ذرة قبله، ده اللي انا كنت فيه. فانا اخدت هناك تقريبا ساعة وربع، وهنا تقريبا بقالي ربع ساعة. والغنم شبعت برضه، بس طبعا ما ينفعش انام اروح دلوقتي. وغير كده برضه ان الحوش بدأ يوحل شوية، بدأ ايه، الجو بالليل بدأ يبرد شوية وبدأ يوحل، فلازم اتأخر بره شوية بحيث ان انا افضل لحد الظهر، حتى لو هايل شوية تحت اي شجر، عشان الحوش يلحق ينشف. يعني الشمسة بتاعته الظهرية دي بتنشف الحوش كويس خالص. والنعجة دي بصراحة انا مش عارف، اللي هي المفروض الدكتور بيقول مش عشر وعندها التهابات. النعجة دي كل يوم تبان بطنها يكبر، ما اعرفش، انا شاكك في كلام الدكتور. ما نشوف ربنا ييسر الحال. دي ممكن يعني الله اعلم. زي النعجة الحمراء الرحماني دي المفروض ان هي عشر وطلعت فاضية، الكبش صادها امبارح. دي برضو نفس القصة، اللي هي كل يوم بتزيد في الوزن وبطنها بيزيد ويبان عليه، هو باين عليها يعني. فربنا ييسر الحال. بس مفيش طبعا، ما رختش ولا الكلام من ده.
فان شاء الله كل حاجة هتبان خلال الايام، يعني تشوف الدكتور ده ان شاء الله كلامه مظبوط ولا كلامه مش مظبوط. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على حضرة النبي. 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 والدة انتاية حتة سكرة برضو. عقمنا السرة او طهرناها. السرة طبعا بتطهر مرتين في اليوم او 3 مرات حسب كل واحد فاضي يعني في المكان ولا لا. يعني المفروض الصبح واخر النهار لمدة 3 ايام او 4 ايام. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. هنحاول نروح نتصرف في الميزان دلوقتي ونوزنها. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على حضرة النبي. ربنا يبارك يا رب. ربنا يبارك يا رب. يا رب يا رب اطرح البركة يا رب. وده النونو الصغير اللي هي غزال. طلعتها برضه دخلتهم مع بعض الاتنين، بس كانت النتاية دي اللي هي لسه والدة دي بتضرب النتاية الصغيرة دي. بس امشي، عشان كده طلعتها بره مؤقت كده بس. يا صباح الورد. النهارده السبت ان شاء الله. الحته دي الارض عامله زي المحطه اللي هي بيت العيله. نطلع نلف نتمشى هنا وهنا وننزل فيها، نلف هنا وننزل فيها. دي عامله زي الراحه بتاعتنا، كل شويه لازم نعدي نقعد فيها كده، تحس ان انا اقعد في المكان اللي انا قاعد فيه كده واريح شويه واسيب الارض الغنم تلف في الارض كلها. هنا رز وهنا رز وفي الوش رز، مفيش غير حته الذره الصغيره دي. فتلاقي الغنم نازله فيها والواحد قاعد مرتاح واخد راحته كده، وبعدين صاحبها سيبها فاضية، فاحنا نأكل والغلا تطلع تاني، نأكل والغلا تطلع تاني. هدي بالنسبة لنا عاملة زي بيت العيلة كده، كل يوم لازم نعدي عليه. صباح الفل عليكم. جبنا العلافة اللي كانت عندنا القديمة وجبنا العلف. عملت لهم خلطة اللي هي رد على دشيش على فول، بس كده هما التلاتة دول. حبسنا الغنم عشان ياكلوا، دي اول مرة نحبسهم بقى عشان يتعلموا ياكلوا، عشان يتعلم بقى التربية الزاحف. كلوا العلف عندكم اهو. ايوه بسم الله. ايوه تمام كده خلاص، كلوا كده هيتعودوا بقى خلاص. روح كل، روح كل. حطينا خشب هنا وحبسناهم شويه، وحطينا اخر 4 مولودين. هو كده الاسمر والبني دول مش هياكلوا، البيض بس اللي بياكلوا كده، لان البيض طبعا عمرهم 15 يوم 17 يوم. كل شوية بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على حضرة النبي.
اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. هنعزلها بقى في المكان اللي هناك، نروح ننظف المكان ونعزلها. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ربنا كرمنا والنعجة دي ولدت، لو انتوا عارفين شكلها. ربنا كرمنا وولدت انتيتين. الولدة عند البطن ده كلها نوتي، مفيش غير ذكر واحد وحيد، باقي كل النوتي كلها ذكر. دي تقريبا والدة بالليل تقريبا، انا جيت لقيتها والدة ومنزلة البشيمة وكل حاجة تمام. واحدة دعمة وواحدة صبحة. دي دعمة اللي هي راسها سمرا اسمها دعم، والتانية دي واللي هي راسها او وشها بني دي اسمها صبحة. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك يا رب، ربنا يطرح فيهم البركة. اللهم صل على حضرة سيدنا النبي. لف الناحية التانية، واحد من الناحية واحد الناحية التانية، لسه مش عارفين مش متعودين. طبعا كل مرة بقى مش لازم هنعيد الكلام. طلعت المطهر، طهرت بيهم طبعا. السرة بتطهر مرتين في اليوم لمدة 3-4 أيام 5 أيام. تشوف انت السرة ماشية تمام، مفيش مشكلة، مفيهاش التهابات، المفروض انت تتابع الكلام ده. نشفت وكل حاجة تمام. هي بتقع بقى تقريبا بعد أسبوع أو من 5 أيام لأسبوع السرة بتنشف وتقع. فانت بتتابع في التهابات بتطهرها كويس، في التهابات زادت بتتابع تخلي الدكتور بيطري يبص عليه. كل حاجة تمام خلاص الحمد لله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. دي الحلية الصغيرة طلعت. انا مش همسكها ليه، هسيبها هو ايه، هو نصيبه. لو صادها اهلا وسهلا، ما صادهاش يبقى انا ايه مش عايزها تتصاد. عايز اسيبها ايه تعفى شوية وتخشن عن كده. هنكمل تنظيف. نضفنا الحوش خلينا 10/10. بقيت بكنسه كل يوم، بقوم زي ده وأعبيه في شكارة واخد ارميه اول باول. هي جسمها حلوة تقريبا، دي 6 شهور او 7 شهور، بس انا عايزها ايه تقدم شوية. دي اللي انا كنت عازلها ومطلعها على سطح البيت مع الدكر اللي هو اللي اتذبح. بس امشي، بس امشي. بس اسكت، بس كل. المفروض ان لو كنت سايب النعجة هنا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. عاملة ايه؟
سبحان الله، كل الغنم الوالدة بتحب الأوضة اللي الناحية دي، معرفش ايه السبب، عشان نظيفة دايما. انما الناحية التانية الغنم بتبات فيها، بصحى الصبح عاملة ازاي، لما بسرح وارجع بتكون حلوة. بصوا واخدين بالكم، دخل الغنم دخلت تاكل علفة. شوف طلع في العلافة نفسها بتاكل. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضرة النبي، اللهم صل على حضرة النبي. بص دي هنا اللي هي بتاعتها مظبوطة حلو، لكن التانية اللي هي بتاعتها شكلها هتبقى طويلة. شايفين اللي هي طويلة ازاي؟ السبلة دي احنا بنسميها سبلة، اللي هي دي سبلة. السبلة عندها مفرودة زي غزالة، فهي لسه صغيرة، مش هنحكم عليها دلوقتي، ما نشوف ما تكبر بس. دول كده تقريبا يومين كده، امبارح والنهاردة. بسم الله ما شاء الله. دي النعجة اللي احنا عملنا لها سونار، والدكتور قال ان هي مش عشر، عندها التهابات في الرحم، خدت حقنة الالتهابات وطلبت دلوقتي. هي لسه حانية حالا حالا. النعجة الرحماني دي طلبت من كام يوم، تقريبا من 5 ايام، والكبش صدى. ده انا كنت عامل لها سونار وطلعت قش وفي السونار، معرفش بقى سقطت، الدكتور عمل سونار غلط. المهم طلبت والكبش صدها اكتر من مرة. اتفاجئت دلوقتي ان هي عدى 5 ايام وهي واقفة للذكر تاني. معرفش هي لا مؤاخذة يعني بتحب الحاجات دي، وهي عشر فعلا، ولا هي طلبت بس. لو طلبت والكبش صدها او ما صدهاش، طبعا فترة الشياع بتاعتها بتخلص 24 ساعة وبتخلص بعد كده. الدورة بتاعتها كل كام، كل تقريبا 20 21 يوم. فما اعرفش هي واقفة للذكر تاني ليه دلوقتي. هنتأكد كده هي طالبة ولا ايه. يلا اطلع. بس المشكلة الكبش لسه صايد النتاية التانية، فين اللي هي الدعم دي. يلا اطلع. بس هي واقفة خالص، بص انا ماسكها بالراحة، هي واقفة خالص. يلا يلا يا باشا اطلع. بص انت واقفة له خالص. ما اعرفش بقى ايه قصة النتاية دي، كل حاجة هتبان برضه. بص هي واقفة خالص، واقفة خالص اهو. صدى بسم الله ما شاء الله. بص هي دام لفت له كده يبقى هي حانية. بص بسم الله ما شاء الله. معرفش هي تطلب كل اسبوع ولا ايه. يلا ربنا يطعم يا رب.